لماتش فاينل وهو بنسبة 70%، هو بيراميدز، هنقابل بيراميدز بنسبة 70%، رغم ان الزمالك كعبه عالي على بيراميدز كتير. سبحان الله، انا يعني مش فاهم المعضلة دي. الزمالك تلاقيه يعني مستواه سيء جدا بس يطحن بيراميدز. انا دي ما انا مش عارفها، هل بقى بيراميدز يعني انا مش فاهم تيجي قدام الاهلي تبقى عارف ريال مدريد بايرن ميونخ برشلونة في قلب بعض. بس انا بصراحة لو هتمنى الاهلي والزمالك ماتش يبقى ممتع، ماتش يبقى جماهيري، ماتش يبقى مثير، ماتش يبقى ليه كده طعم، حتى لو كسبته يبقى ليه كده طعم. فاهم انت؟ هتفوز بالسوبر على حساب بيراميدز، مين بقى نفرين بقى اللي هم بيشجعوهم؟ طب انا قلت ايه يا رجاله؟ يعني فيديو اهو من 3 ساعات كنت بشعر وبدقني والدنيا كانت لذيذه معايا، رحت حلقت اخويا ربنا يخليه ليا، حلق لي واتفرجت على ماتش الزمالك وبيراميدز وشفت النوم. يعني انا يعني قلت هحلق، يعني ما فيش اي جديد، ما فيش حماس، ما فيش جرانينتا. المفروض احلى فريق في افريقيا بيراميدز، بص يعني ما فيش خالص. يعني الزمالك يصعد لمقابله النادي الاهلي زي ما قلت لكم، برضو مقابله كنت اتمناها، لان الاهلي والزمالك حاجه، بص يعني يا جدعان قمه برضو، فريقين كبار كده بجماهير، الدنيا بتبقى حلوه، اللي ياخد الكاس الفرحه بتبقى اعلى. وزي ما قلت في الفيديو برضو بيراميدز 2 بيشجعوهم وبعض جماهير الزمالك، انما ما فيش خالص مقارنه ما بين ديربي الاهلي والزمالك طبعا ومتعته. فان شاء الله نلاقي مباراه حلوه تليق بالفريقين، والنادي الاهلي يرفع الكاس في النهايه ان شاء الله.